السلام عليكم ومرحبا بكم خياتي في قناتي قناة عبد الملك. سمحوا لي على الغياب هذا. تكونوا واقيلا توحشتوني، انا توحشتكم بزاف عزيزتي غالياتي، ولظروف ما درت لكمش حلوة العيد وما قلت لكم الصحة عيدكم. اما اليوم جيتكم بوصفة الفول، وبانوا ليا يا حباباتي يلي تحبوني وتحبوا الفول، وشكون فينا ما يحبش الفول مسفوف بزيت الزيتون والرايب. اليوم راني جيت نقدم لكم الوصفة تاعي سهلة مهلة كيما على بالكم. الفول تاعي بعد ما غسلته راني نقطع فيه في الكسكاس الطريري يشهي. فوالا هاوديك راني نقطعو بالموس، وشوفوا كيفاش نحيلو هذاك لو بيدونكول تاعو، يعني الاخر تاعو مليح. انا نقطعوه بالموس باش ما يخرجليش الخيوط. فوالا الخيوط تاعو كامل نقيه بالطبع والشان هكذا عزيزاتي. خاصة المبتدئات اللي ما يعرفوش ينقوا الفول، اسهل طريقة وهي بالموس. فوالا هكذا كيما راكم تشوفوا نحيلو كامل الخيوط تاعو وندير غير الحبة الطرية. الله الله فوالا هكذا. هذه لا هذه كما تشوفوا هذه الحبة نحيلها غير الحب، ندير غير الحبات اللي طريين. فوالا هاو تعمر الكسكس تاعي نزيد، والفول تاعي طبعا بعد ما كنت غسلته والان نزيد نشللو كي كملت. فوالا الكسكس تاعي تعمر ونروح نديه ايفور. فوالا ونضيف عليه كي نفورو نديرلو ساشي تاع بلاستيك كيما تاع الخبز هذاك الابيض، انا نغطيه ثم نزيدلو غطاء من الفوق. فوالا ونخليه يطيب حتى يولي كي الزبده. الان جبت القصعه تاعي حطيتها هكذا، وكنت فورت الفوره الاولى تاع الطعام هذيك ما وريتها لكمش باش ما نطولش في الفيديو، باش ما نطولش عليكم. فورتو شمختو بالماء كيما العاده والعوايد هكذا. راه سخون ما نقدرش ندير يدي صعيبه شويه. فوالا هكذا شوفوا لي هكذا راهو يفور. والفوره الاولى نقول لكم خياتي انا نديرها تقريبا ساعه وهو يفور طعام. ندير قليلا من الملح حسب الذوق الملح. فوالا عندي طاس تاع الماء في هذا المقدار. انا كنت درت رطل طعام ودرت 2 كيلو فول. كيما يقول لي الزوج تاعي انا نحب الفول بالطعام ماشي الطعام بالفول. درت 2 كيلو فول ورطل طعام هكذا باكي صغير تاع طعام ما فتلتوش يعني هكذا. الان وبرد شويه نستعمل اليد تاعي او ديك الطعام تاعي رطب ما شاء الله. فوالا هكذا راني نحل فيه بالعقل. ندهنو ايضا بشويه تاع الزيت، زيت الزيتون من الافضل. كاين اللي ما عندوش يدير الزبده، ولكن احنا نحبو زيت الزيتون. واش نقول لكم هذيك المروره والبنه اللي تجي هذيك هي. فوالا شوفوا لي كيفاش راني حندهنو. نديرلو غير شويه دوكا ونعاود نديه ايفور. الفورة نخليه يريح طبعا ونديه الفورة الثانيه هكذا حتى يشرب لي الماء تاعو كامل. ونقول لكم نوع الطعام هذا الرقيق مسفوف نديروا له طعام رقيق ماشي الخشين. وانا نغطيه بالطرشونه ونخليه يريح، من بعد نعاود نولي ليه بعد ما فار الطعام تاعي. هاوليك عفوا راني حنعاود له الفوره الثانيه هكذا نديرو في الكسكاس بعد ما شرب الماء تاعو. شوفوا كيفاش راهو خفيف ورطب. فوالا يشهي. شهيتكم في الجنة حبيباتي غالياتي. اللي ما لقاتوش طيب الفطور نقولها روحي غولي جيبي الفول والطعام وديري المسفوف شانو هما. فوالا هاوليك. فوالا حنا رانا في 4
هذا يكفي 5 عفوا، يكفي ويكفي على رطل. و2 كيلو فول ل5 أشخاص يكفيكم ويكفيكم، ويطيح ربي البركة بإذن الله. فوالا بعد ما فار الفورة الثانية هاوليك عاودت جبتو وحطيتو في في القصعة تاعي. فوالا والفول تاعي شوفوا كيفاش طاب، هاوليك طاب كي الزبدة كيما يقولوا. فوالا هاوليك اني نزيدلو شويه ونغطيه بالساشي تاع النيلون، ندير طبسي هكذا. هاد لاستيس مليحه، ما يطولش بزاف الفول ويطيب. بعد ما فار الطعام تاعي هاني حطيته في القصعه كيما راكم تشوفوا. فوالا هاوليك نزيد نحلو بيديا غير بالعقل هكذا باسكو راهو سخون. فوالا نحاول نستعمل ايضا الملعقه. فوالا هكذا شوفوا لي شحال راهو هايل الطعام تاعي. الان في المرحله الثانيه كي يبرد شويه او بدا يبرد الطعام تاعي، ندير له الفول هذا كامل. هاوليك نفرغه فوقه كامل هكذا. هاوليك راني نسقم فيه، انا نخلط فيه مع الطعام. الان نديرلو زيت الزيتون. فوالا نديرلو زيت الزيتون، يعني ما نديرش ما نكثرش بزاف، وكل واحد يزيد في الطبسي تاعو على حساب الذوق تاع افراد العائله هكذا. فوالا راني خلطت هذيك الزيت كامل يعني كيما راكم تشوفوا، شاهدكم في الجنه. فوالا من بعد ما عيينا من الشوربه وهكذا ندورو المأكولات التقليديه مثل الطبيخه والفول وطعام بالفول، طعام بالجلبانه، هادو كامل من رمضان ملاح، ما كان لا لحم لا دجاج لا والو. فوالا جبت الصحن هذا التقليدي كيما راكم تشوفوا، وراني ندير في الطعام تاعي تما ندريسيه. فوالا شوفوا لي الطعام تاعي كيفاش حطيته، وشوفوا هذا الرايب تاني. فوالا نتمنى تكون عجبكم الطعام تاعي وتشهيتوه وديروه ان شاء الله بصحتكم، ونتمنى تخليوا لي تعليقاتكم الشابه كيما نتوما ولي كومونتير. الى اللقاء في وصفه اخرى تقليديه عاصميه ان شاء الله. فوالا.